عارف الكدمه الزرقاء اللي بتظهر لك فجاه اول ما تصحى وبعد كده تقول يا ظهرت منين دي؟ انا اتخبطت ولا ايه اللي حصل؟ الحقيقه بقى انها بتكون مؤشر انك في اسوأ حالاتك. لما بتكون تحت ضغط نفسي مستمر جسمك بيبتدي يفرز هرمون الكورتيزول. انا عارف انكم زهقتوا منه، على قد ما هو حلو ومفيد وبيتحكم في الالتهابات، لكن لما بيزيد عن حده بيكون ضار جدا، وده لانه بيضعف الكولاجين اللي في الجلد وبيضعف الاوعيه الدمويه الصغيره، وكمان بيبطئ تجلط الدم، فبالتالي الكدمات هتظهر بسهوله جدا من اقل لمسه. احيانا بيكون مصاحب للعلامه دي ان شعرك بيقع بزياده جدا، وكل الاشارات اللي انا قلت لك دي بتدل انك في اسوأ حالاتك وانك مضغوط نفسيا جدا. الله يكون في عونك. لو العلامه دي ظهرت في وقت انتوا مش مضغوطين فيه نفسيا، فممكن تكون بسبب الاسباب دي، انه يكون عرض لاي مرض، وده بنكتشفه عن طريق التحاليل، او في فتره البريود عند البنات. فالحل ايه؟ روق بالك، الدنيا مش مستاهله. واحد عصير برتقال، وده لانه فيه فيتامين سي اللي هيقوي الجلد والاوعيه الدمويه. وما تنساش تعمل لي فولو ولايك وتستنى الفيديو جاي. سلام.